السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل لانشون الفراخ من غير فراخ ولا من غير لحوم، بس زي الكتاب ما بيقول، زي اللي بيجي مستورد وبنجيبه من السوبر ماركت بتمن غالي. هنعمله بالظبط وطعمه تحفة والكل هيشهد لك بيه، وينفع معاكي في المدارس او عشاء او فطار. تعالوا نشوف ازاي نعمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبأحسن حال. النهاردة بإذن الله هنعمل اللانشون مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة. عملته لكم قبل كده بطريقة سهلة وبسيطة من غير أي لحوم خالص. عندك لحمة مفرومة حابة تضيفي براحتك، مش عندك خلاص اعمليه بالطريقة دي. لو عندك اللحمة المفرومة وعندك أو فراخ أو صدر فرخة ممكن تضيفيه. أنا ما عنديش أو مش حابة إن أنا أضيف لها لحوم. لو هتضيفي اللحوم هتضيفيه بعد ما تفرميها اللحمة او الفراخ، تضيفيها مع المكونات تتخلط في الخلاط. المكونات عندي يا حبايبي دولت 5 بيضات كبار، البيضة كبيرة ما شاء الله اهو. عندي 8 مثلثات جبنة، عندي 4 اكياس مرقة ودي اساسية برضو عشان تدينا الطعم المميز، عندي بابريكا، عندي زيت، عندي دقيق. تمام كده. هنحط البيض والمكونات كلها ومثلثات الجبنه والبابريكا والمرقه وكله والدقيق كله في الخلاط، ونضربهم لحد ما نحس ان قوامهم كده كويس وحلو. لو لقيتي القوام تقيل شويه ممكن تزودي بيضه، لا لقيتي القوام خفيف شويه تزودي معلقه دقيق او معلقتين دقيق. هفضي كل المكونات، طبعا جايبه انا طبق هنا عشان اختبر بالبيض بيضه. وهنا يا حبايبي فضيت كل المكونات ما عدا عن الدقيق. وعايزه اقول لكم انا حطيت مكعبين من الفوريه ومكعبين من الماجي دي في الخلاط بتاعي. هحط دلوقتي الزيت وهحط الدقيق. هفضي نص كميه الدقيق علشان ايه ما تبقاش يعني تقيله قوي معايا. وهنا زي ما قلت لكم حطيت وادي حبايبي الخليط بتاع اللانشون. زي ما قلت لكم حطيت حوالي نص كوبايه زيت، وحطيت بقى في الاخر التوابل المطحونه اللي موجوده عندي. عندك توابل اللانشون حطيها، انا ما عنديش فانا جرشت كده كزبره على كمون على فلفل اسود، وبرضو هقلبهم كويس مع في الخلاط بتاعي. وبعد كده هجيب كوبايات استانلس او كوبايات ازاز او حتى مج، مش شرط اي حاجة يعني عندي، او مش شرط الكيس اكياس ونجيب ورق فويل وكده. هنعملها بابسط طريقة خالص. هخلط ده بس كويس عشان اتمالك من خلطه، هيبقى زي لانشون الفراخ بالظبط، هيبقى ما يفرقش عن لانشون الفراخ. انا حطيت في الاخر مكعبين مرق من المرق الماجي ومكعبين مرقة فورية، يعني انا كل الاجمالي المرقة اللي حطيتها 2 من المرقة الفورية دي و2 من الماجي دي، حطيتها فيهم عشان تدينا طعم اللانشون المظبوط. وحطيت بابريكا. ما تحطيش بودرة دم غزال، انا كنت قبل كده حطيت في مرة بودرة دم غزال فقالوا لي مضرة صحيا فبطلت احطها خالص، فبقيت احط البابريكا حاجة طبيعية وما اظنش انها تضر ولا حاجة خالص. عندي بقى فلفل اسود حصى، هضيف شوية كده بعد ما امزج الخليط ده كويس. وعندي كوباية استانلس اللي هي العادية الصغيرة دي بتاعت المية، هوريكم شكلها. هدهنها زيت كويس اوي بالفرشة وهصب فيها، واكون حاطة مية على النار في الحلة او في صينية على حسب اللي معاكي، بس يفضل ان يكون حلة علشان تحكمي الغطا عليها كويس اوي. هيبقى نص المقدار مية، تبقى الكوباية منتصفة في المية. هوريكم برضو شكلها ازاي. وده يا حبايبي شكل الخليط بعد ما خلطته بحبات الفلفل الاسود. وحضرت الكوبايات ودهنتها مسحة بسيطة كده من الزيت، كوباية استانلس وكوباية ازاز. هاملة كل واحدة يعني اكتر من نصها بحاجة بسيطة جدا، بسنتي او ب2 سنتي بالكتير. يعني هتبقى الكوباية مثلا لحد هنا مليانة، اوفر من النص بحاجة بسيطة، والباقي فاضي لان هي هتزيد. وحاطة مية في حلة على النار تغلي، عشان في اثناء ما هي بتغلي كده
هسقط الكوبايات كده، اوقفها وارصها واغطيها بالغطا بتاعها. عايزه اوريكم الكوبايات يا حبايبي بعد ما فضيت فيها عجينه اللانشون. وعايزه اقول لكم برضو في البول اللي هناك دي ما خدتش الدقيق كله، فاض منه معلقه دقيق عشان ما تبقاش تخينه. هبدا بقى ارصه في الحله في الميه هي بتغلي، وهو بالشكل ده رصيته في حله في ميه بتغلي. الميه كده يا دوبك نصها او اقل من نصها. هغطيها بالغطا كويس وده واسيبها يا لمده حبايبي نص الشكل ساعه. النهائي للانشون، وبعد كده يا شايفين اما عامل ازاي؟ الاقيها شبه لانشون بتنتفخ الفراخ او اللانشون الرومي اللي بنجيبه من هختبرها السوبر ماركت. شايفين بخله. شكله حلو لو طلعت وجميل نظيفه يبقى وطعمه استوى، لو كمان حلو طلعت لسه خالص. فيها زي يا رب العجينه الفيديو كده بتاعي يبقى لسه يعجبكم، محتاجه استودعكم شويه الله، كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.